ما هو مفيش حد بياخد كل حاجة. هو فعلا مفيش حد بياخد كل حاجة. ويا ترى كل حاجة دي بالنسبة اللي بيقولها ايه هي كل حاجة؟ على فكرة كل حاجة بالنسبة لي غير كل حاجة بالنسبة لك غير كل حاجة بالنسبة لاسم من الناس مثلا. كلمة مفيش حد بياخد كل حاجة، انت مش عرفك كل حاجة بالنسبة لك ايه؟ أبسط الحاجات أو أساسياتها بيقولك ايه؟ مفيش حد بياخد الصحة ومعها المال ومعها الأولاد ومعها المكانة أو الشهرة أو السلطة أو أي حاجة، وكل واحد واخد ال 24 قيراط. هو كل واحد واخد ال 24 قيراط بس مشكلين مختلفين. وما ينفعش تربط ان لازم يكون. يقولك ايه؟ ما هو اللي انت لو لقيت واحد، كنت في نقاش على فكرة في الموضوع ده من كام يوم، لو لقيت واحد معاه مثلا الاولاد والمال هتلاقيه مثلا تعبان، ما عندوش صحة او ما عندوش راحة بال. او لو لقيت مثلا واحد فقير هتلاقيه مثلا يعني فقير ماديا، هتلاقيه ان هو مثلا عنده اولاد وعنده صحة وعنده راحة بال. ايه العلاقة؟ ليه ربطت ده بده؟ ليه لازم توقع في حتة؟ طب ما ربنا قايل ويرزق من يشاء بغير حساب، ولا هو مبرر؟ هي القصة مش كده. القصة ان كل واحد بيتحاسب على الشيلة بتاعته. انت شايل قد ايه؟ شيلتك من صحة ومن مال ومن اولاد ومن سلطة هيبقى ليها حساب. فعشان كده مش كل واحد فينا هيتحاسب زي التاني. فاهم؟ فما ينفعش تقول مش كل واحد، ما هو مفيش حد بياخد كل حاجة. لا لا لا، على حسب كل حاجة بالنسبة لك ايه. صحة، مال، أولاد، عيشة متيسرة، حاجات كتيرة قوي، سلطة، مال، تيسير. ممكن يكون واحد معاه كل حاجة ومعهوش المال، بس اللي بيطلبه بيلاقيه. العلاج هنا بيبقى بإيه؟ وفي واحد معاه كل حاجة من وجهة نظرك أنت، ولكن تعبان نفسيا بسبب إيه؟ بص على حاجة مش عنده. حتة الرضا. الرضا لمن يرضى، والرضا اختيار. هي نعمة من نعم ربنا. الرضا اختيار، انت اخترت ايه؟ اخترت تبقى راضي ولا لا؟ طيب عشان تملك كل حاجة زي ما انت بتشوفها عند حد تاني او نعمة عند حد تاني، يا ترى انت خدت بالاسباب واجتهدت وعملت اللي عليك؟ يعني اللي عايز الصحة، بتاكل اكل كويس، بتتحرك، بتعمل اللي عليك، بتنام كويس، ولا بتهدر صحتك كلها ببطء وبتسمم نفسك بالبطيء في اكلات بترفع معدل الالتهاب، في قلة نوم بزيادة، توتر عصبي، قلة حركة، وقاعد مستني ايه بعد كده؟ تفكيرك انت. فما تجيش تقول ما حدش بياخد كل حاجة. على حسب كل حاجة بالنسبة لك ايه. كل حاجة بالنسبة له هي فلوسه بس. فاللي بالنسبة له فلوسه بس، فهو في حاجات تانية كتير وقع منه. يقولك مش مشكلة انا ابقى عيان واتعالج في مستشفيات، ما انا معايا فلوس، احسن ما اكون فقير ومعيش فلوس ومعرفش اتعالج. الله. طب ما انت كده بص على النقطة دي. طب وانت ليه برضو ربطت الصحة بالفلوس او بقلتها ليه ربط الاتنين ببعض؟ ليه ربط التلاتة ببعض؟ انا شفت نماذج في حاجات كتير معاها كل حاجة، ما عندها ما شاء الله عاشت، بس ليه بقى؟ انت مش شايف الجزء المستخبي من ورا الكواليس. انت شايف اللي انت عايز تشوفه بس، مش شايف ورا كل ده الرحلة اللي مشيها، الحاجات اللي هو عملها، الجزئية اللي أثرت فيه، أو الحتة التعب أو الحتة اللي ناقصة بالنسبة له هو، اللي أنت مش شايفها، اللي هو مداريها. مفيش حد، على رأي المثل ناس كتير قوي بيقولوها، يا جماعة مفيش حد بيصور خيبته. يعني أنا النهاردة عشان أجي معاك وأقعد، أكيد مش هطلع لكم وأنا تعبانة ولا مريضة ولا وأنا مكسورة ولا وأنا فشلت في جزئية ولا وأنا منهارة ولا وأنا بعيط. مفيش حد بيعمل ده، قليل اللي بيعمل ده، واللي بيعمل ده غالبا عشان يستدر عطف الناس او يعيش دور الضحية او يتكسب ويتاجر من ورا مشكلته او مصيبته يعني. تمام. كلمة كل حاجة اللي بالنسبة لك مش هي كل حاجة بالنسبة للي جنبك او غيرك. في حد مثلا بيقول انت كل واحد فينا بيدور كل حاجة على الجزء الناقص معاه، الحتة اللي ناقصاك، اللي انت حاسس انها ناقصة. كل واحد فينا بيدور على الحتة اللي هو محتاجها، احتياجه مش شبعان فيه. وعلى فكرة الدنيا بتتقلب، يعني اللي انت محتاجه النهاردة ممكن بكرة يبقى معاك وهتحتاج حاجة غيره. هتقول ياه، يا ريتني فضلت زي ما انا وما نقصتش الحتة دي. فعرفت بقى كلمة محدش بياخد كل حاجة جاية بناء على ايه؟
وايه الغلط والاختلاف فيها، ويعني ايه محدش بياخد كل حاجة. فيا ريت نراجع نفسنا في معنى وتعريف كل حاجة بالنسبة لك هي ايه. وشكرا.